دخل لف، شوف ورق اللف بدل ما كان تبغ لف سجارة حشيش، وبدل الحشيش جابوا بعدين زقاق تحط الحشيش وتولع، ومخدرات وامور وحاجات وامور. اشتغلت الامور هذه، المحلات هذه انتشرت بشكل جنوني ودخل. طيب مدينة نيويورك طبعا هذه عاصمة العالم واكبر مدينة مزدحمة داخل امريكا، يعني داخلها حوالي 35 مليون شخص. جالية كثير من ابناء الجالية اليمنية غير طبعا والجاليات الاخرى، بس اليمنيين كثير في نيويورك، بدأوا فتحوا المحلات هذه السموك شاب. واليمنيين طبعا يعني يحاولوا انه يتهربوا من القوانين والضرائب والامور، ويدوا مساحه سيجاره مهربه وبضائع مهربه واندر ذا تيبل وذا عشان يوفروا فلوس. بس ربحوا عملوا فلوس. والقصص اللي يسمعوها بالفيسبوك، اثنين اختلفوا واثنين شارعوا واثنين هنا مدري ايش على 250,000 على نص مليون، على كلها من محلات السموك شاب. يعني تخيل دكان كذا سموك شاب يدخل لك يعني بالشهر يعني 70-80 ألف دولار فلوس. عملوا فلوس لهنا قاهم لهنا. طيب انتشرت المحلات بنيويورك بشكل جنوني، يعني جنب المدارس جنب المساجد جنب الذهب، يعني هذا بالركن هذا وهذا بالركن هذا. 36,000 تخيلوا 36,000 بالاخبار، يعني 36 محل الان بيقفلوها لانه بدأوا يبيعوا الحشيش، بدأوا يبيعوا الممنوعات، يدوا الممنوعات طبعا على شكل كاندي، على شكل شوكولاته، على شكل شيبس، على شكل لصام، على شكل يعني لو في واحد ودف جاهل تديله تمسخه بدون ما يدري، تديله نفس الشيبس هذا بطاطس نعمان زيه بس ياكل راح فيها. المخالفة الثانية انه بيبيعوا الاندر ايج، يعني تحت العمر، يعني بالقانون بامريكا فوق ال 18 تحت احيانا 21، بس هذا يجي لك 17 شباب بنات مراهقين يبيعوا لهم. فالجماعة طبعا المخالفات اول حاجة انهم يتهربوا من الضرائب، قلنا ما يدفعوش، يدوا اشياء غير قانونية، وثانيا بيبيعوها